إذا حسابات على تويتر نشرت أن الأمن اللبناني أوقف الإعلامي حسين مرتضى بعد ضبطه في شقة مشبوهة في بيروت، وهو يتشابه مع المشبوهين، يعني يشبههم ويشبهونه وبيشبهوا على بعض. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مكان شبهته في بيروت. صباح الخير يا حسين. صباح الخير. صباح الخير. صباح الصواريخ. صباح المدافع والراجمات. مشان الله ان شاء الله اليوم مبسوطين، مبسوطين ومروقين، يعني رضيانين اليوم انتم، ان شاء الله عجبكم الشغل. شغل نظيف نظيف، حياتك وانت حر فيها يا حسين وما حدا له عندك. شو وين جماعة عجبون وما عجبون؟ يا حسين هدول منهم كتار، خاصة بمجتمعاتنا المتخلفة مثل ما بتعرف، واللي لهلق بيستنكروا هذا الشيء. بس ليك أنا ما سكتت، قلت له إن الزلمة حر بحياته وميوله، ويملك كامل الحرية بكل عضو بجسمه، واللي بيتصرف فيه بالطريقة وبالشكل اللي بيريحه، لأنه نحن ما بنعرف الشاب شو عنده ظروف. اختلفت الظروف. ايه لا شك الظروف بتتغير وما في شيء بيضل ثابت، بس فيك تخلنا يا حسين أي ظرف بالتحديد اللي اختلف؟ يعني من ورا، من قدام، من فوق، من تحت، وين بالضبط؟ يعني من أي ناحية وحسب شو؟ حسب ما يتوفقوا الشباب بالهدف. الهدف. بالتوفيق للشباب أكيد، وإن شاء الله يصيبوه إصابة محققة للهدف. مهم جدا الهدف يا جماعة، لأنه إذا ما في هدف ما في قصف، ما في هدف ما في صواريخ، ما في هدف ما في راحة، ما في متعة. خبرنا أكثر يا حسين باعتبارك مراسل حربي، شو بالنسبة للوضع، للوصول، للدخول، للاقتحام، للانغماس؟ كيف شفت الأجواء؟ حسب ما يكون الوضع مسموح. ايه هاي سهلة، ما بتصعب عليك شي. انت حسين بعلبة متة، بظرف اندومي، بربطة خبز بيمشي امورك، وبتساعد الشباب يحطموه للهدف. فهموا. ايه سهلة، بدها اثنين يحكوا فيها. تمت اصابة الهدف بنجاح. تحياتي. شو بوهيتي؟ والله ما بعرف شو بوهيتي.